ديربي الهلال والنصر أو النصر والهلال، الديربي الأكثر جماهيريا والمثير إعلاميا. ديربي جاء في وقته بعد الانتهاء من كأس العالم، الجماهير متشبعة من كرة القدم، فهذا الديربي حيستعيد الشغف للجماهير اللي مهتمة في كرة القدم. كلنا كنا متشبعين من مباريات كأس العالم والإثارة اللي شاهدناها في كأس العالم، فإحنا محتاجين مباراة مثل هذه عشان نستعيد الشغف والحماس لكرة القدم. ديربي الهلال والنصر ديربي قيم على الرغم من وجود غيابات في نادي الهلال، إلى أنه نادي الهلال قادر أنه ينتصر في هذه المباراة، والنصر في هذه المباراة اللي داخل بكامل تشكيلته وبكامل الأسماء. النصر في هذه المباراة خصوصا أنه يلعب في ملعبه حيبحث عن الانتصار، والنصر قادر على الانتصار والهلال قادر على الانتصار. حنشوف مباراة ممتعة من الفريقين، وحنشوف إن شاء الله مباراة تليق باسم الفريقين. احيانا فريقك في المباراة الواحدة بيسجل 3 أهداف او 4 أهداف، وبالارقام بتشوف فريق هجومي يعتبر ممتاز جدا، ولكن في المباراة وكرة القدم بشكل عام انت ما تلعب فقط للهجوم، انت بتلعب زي ما بتهاجم، مطالب منك بادوار دفاعية ولازم تكون قوي دفاعيا. هل الهلال والنصر عندهم هذا الشيء؟ النصر ممكن دفاعيا افضل من الهلال نسبيا، ولكن النصر في نفس الوقت عنده مشاكل دفاعية، والهلال عنده مشاكل دفاعية وكوارثية اكثر من نادي النصر. هجوميا انا اشوف انه الهلال عنده العناصر اقوى من نادي النصر، والنصر عنده عنصر او عنصرين يقدروا يصنعوا الفرق في الثلث الهجومي، مش تقليلا من باقي العناصر. مثل ما قلت هي عناصر جيدة وتمتلك امكانيات ولكن ما بتظهرها بشكل جيد. طيب ايش التشكيلة المتوقعة واللي ممكن يبدأ فيها دياز في هذه المباراة، خصوصا في خط الدفاع في ظل غياب ياسر الشهراني وعلي البليهي وهيون؟ انا بالنسبه لي اتمنى دياز في هذه المباراه يلعب بتشكيله مكونه في حراسه المرمى عبد الله المعيوف، من اليمين لليسار محمد البريك وسعود عبد الحميد كقلب دفاع بدال للاعب خليفه الدوسري، ومحمد جحفري وناصر الدوسري على اليسار، ويكون في وسط الملعب كويلار بديل للاعب عبد الاله المالكي، ويكون امامه محمد كنو واللاعب كاريو، وعلى اليمين يكون موسى ماريجا وسالم الدوسري على اليسار، وإيجالو في خط الهجوم. ليش سعود عبد الحميد وليش كويلار بدلاء للاعب خليفه الدوسري واللاعب عبد الاله المالكي؟ انا بالنسبه لي خليفه الدوسري باللي شاهدته في المباراه الماضيه بينه وبين جحفلي ما في تفاهم بينهم، وكان في مشاكل وكوارث في خط الدفاع امام فريق ما بيهاجم بكثافه امامك. انت الان بتواجه نادي النصر، ممكن سعود عبد الحميد ما هو مركزه، ممكن سعود عبد الحميد حتيجي منه اخطاء، ولكن مهما كانت اخطاء سعود عبد الحميد حتكون اقل من الاخطاء اللي انا شاهدتها من خليفه الدوسري ومحمد جحفلي مع بعض امام الاتفاق. وثاني شيء سعود عبد الحميد لاعب راجع من بطولة كاس العالم، فهو ذهنيا ونفسيا حاضر واجهز من خليفه الدوسري. وثالث حاجه سعود عبد الحميد لاعب متعود على الاجواء ومتعود على المباريات الكبيره، ولاعب متمرس على هذه المباريات، وسبق انه لعب في هذا المركز مع دياز في الموسم الماضي. لذلك انا تفضيلي لسعود عبد الحميد انا بالنسبه لي لهذه الاسباب اكثر من خليفه الدوسري في هذه المباراه. اما بالنسبه لكويلار لاعب مختلف عن عبد الاله المالكي، انا افضل كويلار في هذه المباراه لانه كويلار لاعب ملتزم بادواره، لاعب بيتمركز في منطقته، ما بيخرج، ما بينسى مركزه زي ما يسوي عبد الاله المالكي. الاثنين متميزين في الافتكاك، ولكن الفرق بين الاثنين انه كويلار لاعب ملتزم بمركزه، لاعب يعتبر ساتر لخط الدفاع، حتى لو في اخطاء، حتى لو في خطوره على مرمى النصر، فكويلار لاعب بيقوم بادواره بشكل كبير وبيقلل الخطوره على مرمى الهلال بشكل اكبر من الشكل اللي احنا كنا نشوفه مع عبد الاله المالكي. ومثل ما ذكرت انه في ايجابيات لسعود عبد الحميد وكويلار، ففي نقطه سلبيه ممكن يتاثر منها الفريق، وهو اسلوب الهلال المعتاد. ايش هو اسلوب الهلال المعتاد؟ اسلوب الهلال المعتاد هو تصعيد الكوره من الخلف للامام في بناء اللعب. الهلال كان متميز بهذا الاسلوب لما يكون بتواجد علي البليهي وهيون وياسر الشهراني وحتى سلمان فرج، لما يكون متواجد في وسط الملعب، ولكن كل هذه الاسماء ما هي موجوده. الاسماء اللي موجوده في الوقت الحالي جودتهم اقل بشكل كبير عن اللاعبين اللي كانوا متميزين في هذا الاسلوب. انت بتلعب امام فريق عنده الضغط العالي على المنافس في مناطقه قوي جدا، فريق بيعرف يضغط الضغط العالي ويطبقه بشكل جيد،
وهم متمرسين في هذا الشيء وبيعرفوا يستغلوا الأخطاء بشكل جيد ويقدروا يستغلوا الأخطاء ويجي من خلالها الأهداف. لذلك أنت عشان تبعد عنك هذه الأخطاء أنت أنقل اللعب لملعب نادي النصر، أبدأ الهجمة بالكرة الطولية، نزل الكرة لموسى ماريجا أو سالم الدوسري وأنقل اللعب في وسط الملعب وألعب بالعرض وتحكم بلعبك وألعب بالأسلوب اللي أنت معتاد عليه. ولكن في هذه المباراة لا تحاول انك تصعد الكورة من المعيوف، تحاول تبدأ من المعيوف لخط الدفاع لخط الوسط. هذا الشيء حيسبب لك مشاكل ويسبب كوارث، وانا اتمنى انه دياز يتدارك هذه النقطة ولا يكابر ويحاول انه يلعب بنفس الاسلوب امام فريق داخل الملعب بكامل عناصره، بكامل قوته، بكامل اللاعبين وكامل جاهزيته في وسط جمهوره. فالأفضلية تعتبر لنادي النصر في هذه المباراة. فأنت كدياز لازم تكون واقعي في هذه المباراة، تبدأ المباراة بأفضل شكل ممكن، تحاول أقل شيء في الشوط الأول ما تستقبل هدف، تحافظ على مرماك، تعطي الثقة للاعبينك، تلعب بأسلوب هجومي ولكن مختلف عن الطريقة اللي أنت دائما بتلعب فيها والطريقة اللي أنت متعود عليها. وأما عن نادي النصر والتشكيلة اللي ممكن يبدأ فيها المدرب رودي غارسيا، حتكون في حراسة المرمى أسبينا، ومن اليمين لليسار حيكون سلطان الغنام، عبد الاله العمري وغونزاليز وكونان. في خط الوسط حيكون جوستافو ومعاه صليهم وامامهم تاليسكا، وعلى اليمين حيكون ايمن يحيى، وعلى اليسار حيكون سامي النيجعي او مشاريبوف او مارتينيز اللاعب الارجنتيني. وانا اتوقع يكون سامي النيجعي في هذه المباراة لانه رودي غارسيا حيحتاج لاعب يقوم بالواجبات الدفاعية والأدوار الهجومية ويقوم بالدورين بشكل جيد، وأنا ما أشوف إنه في لاعب من بين هذا الثلاثي أفضل من سامي النيجعي يقوم بهذه الأدوار. وفي خط الهجوم حيكون فينسنت أو بكر. فينسنت أو بكر في هذه المباراة في ظل المشاكل اللي يعاني منها دفاع الهلال والغيابات اللي موجودة، أنت تحتاج لاعب مثل فينسنت أو بكار، لاعب قوي بدنيا سريع بيعرف يستغل المساحات بشكل جيد، بينه تفاهم وبينه وبين تاليسكا، لاعب بيعرف يفتح المساحات لتاليسكا. فأنا أشوف إنه من الغباء من رودي غارسيا لو في هذه المباراة ما بدأ باللاعب فينسنت أو بكار. التشكيلة بشكل عام هذه التشكيلة الأفضل لنادي النصر من وجهة نظري أنا، وأنا أتمنى المدرب رودي غارسيا يبدأ المباراة بهذه التشكيلة لأنه هذه التشكيلة هي الأفضل أمام فريق مثل نادي الهلال والظروف اللي يعاني منها الهلال في هذه المباراة. ايش المشاكل اللي يعاني منها نادي النصر في خط الدفاع؟ المشاكل اللي يعاني منها النصر في خط الدفاع، نادي النصر دفاعيا يعتبر افضل من نادي الهلال في الوقت الحالي. الاسماء اللي موجودة في نادي النصر ملتزمة بالادوار الدفاعية اكثر، محاور نادي النصر اقوياء، المنظومة الدفاعية بشكل عام بنادي النصر كويسة. ولكن المشكلة اللي يعاني منها نادي النصر هي في المرتدات. لما تكون مرتدة على نادي النصر دائما بتحس في تباعد في الخطوط بين خط الدفاع وخط الوسط، وحتى المساندة من لاعبين الوسط بالنسبة لنادي النصر على مستوى لاعبين الأطراف ضعيفة جدا. دائما بتلاقي في كل مرتدة لاعبين الأطراف للمنافس دائما بيستغلوا المساحات والثغرات اللي موجودة في خط الوسط إلين يوصلوا لخط الدفاع ويبدأ في مواجهات لاعب ضد لاعب، دائما التفوق على لاعب المنافس، وهذا الشيء يعتبر نقطة ضعف في خط دفاع نادي النصر والوسط من ناحية الأدوار الدفاعية. تاليسكا أنا بالنسبة لي ما أفضل إنه المدرب رودي غارسيا يحط تاليسكا على اليمين، أفضل حل إنك تستفيد من تاليسكا تخليه في مركز 10 وتخلي أيمن يحيى وسامي النجعي على الأطراف لأنهم يقدروا يقوموا بأدوار دفاعية أكبر وأفضل من تاليسكا. هذا الشيء بيعطي نادي النصر قوة في وسط الملعب، وتاليسكا كل ما يكون حر في وسط الملعب ويكون له كامل الحرية في التحرك يقدر يضيف للفريق الشيء الكثير. نادي النصر فريق على مستوى الادوار الدفاعيه، على مستوى المنظومه الدفاعيه انا اشوف المدرب رودي غارسيا اعلى من دياز في هذه النقطه، خصوصا انه دائما لما النصر بيدافع بضغط عالي، بيدافع من مناطق الخصم ما بيدافع من مناطقه، وهذا الشيء بيعطي النصر افضليه لانه تكون الكوره بعيده عن مرماه، وهذا الشيء مدرب رودي غارسيا متميز فيه. ولكن في حاله المرتدات، في حالة السرعات، نادي الهلال لو عرف يستغل المساحات والثغرات اللي موجودة واللي ذكرتها اللي موجودة بين لاعبين المحاور وخط الدفاع،
فانا اشوف انه نادي الهلال حتكون له الافضليه، ولو رودي جارسيا ادارك هذه النقطه وعمل على تصحيحها فهنا نادي النصر ممكن حيقفل كل المفاتيح والثغرات اللي ممكن يستغلها نادي الهلال، وحتكون الافضليه لنادي النصر في هذه المباراه. هذه المباراه بطبيعتها حتكون هجوميه مثل ما عودونا الفريقين، ولكن بالنسبة للمدربين كل مدرب حيدخل هذه المباراة بيبحث عن تسجيل هدف مبكر عشان يتحكم بمجرى المباراة ويتحكم بإيقاع المباراة. دياز لو قدر الهلال يسجل هدف من وقت مبكر الهلال حيركب المباراة وحيسيطر على المباراة بشكل جيد، والنصر لو عرف يلعب على التفاصيل الصغيرة ولعب على المشاكل اللي يعاني منها الهلال وقدر يخطف هدف الهلال حيرتبك والهلال حيزيد من الأخطاء ولاعبين النصر حيكونوا مسيطرين على المباراة. مو شرط لما انا اسيطر لازم اكون انا مسيطر على الكوره واكون انا مستحوذ، السيطره احيانا تكون بالطريقه اللي انا العب فيها، لا كيف اخلي خصمي يظهر بشكل سيء داخل ارضيه الملعب. نادي النصر لو لعب على التفاصيل الصغيره، لعب على انه يبحث على كيفيه تسجيل الاهداف بغض النظر عن انا بستحوذ ولا لا، هذه الطريقة حتخلي نادي النصر يعرف كيف يقدر يسيطر على الهلال بغض النظر عن امتلاكه للكورة. أنا ممكن أسلم الكورة للهلال ولكن ألعب بأسلوب أخلي دفاع الهلال يخطي وخلي دفاع الهلال يسبب مشاكل، وأقدر أنا أستغل هذه الأخطاء وأسجل الأهداف في هذا الشيء. فأنا أشوف إنه نادي النصر قادر على هذا الشيء خصوصا في ظل غياب لاعبين الهلال المهمين والأساسيين في خط الدفاع. فنادي النصر لو استغل هذه الأخطاء وقدر يخطف هدف من وقت مبكر فأنا هنا أقدر أقول مبروك لنادي النصر على الانتصار من وقت مبكر من قبل ما تبدأ المباراة. أنا كهلالي أتمنى الفوز لنادي الهلال، وإن شاء الله نادي الهلال يقدم مباراة كبيرة ونادي النصر يقدم مباراة كبيرة والفريقين يمتعونا ويقدموا مستوى كبير يليق بسمعة كرة القدم السعودية. ولكن أنا أتمنى الفوز للهلال كمشجع هلالي، وإن فاز النصر حنطلع بعد المباراة نبارك لنادي النصر، وإن شاء الله نشوف مباراة تليق بسمعة الفريقين. وهذه وجهة نظري وهذا تحليلي ما قبل مباراة الهلال والنصر. يا ريت أنتم تشاركوني آراءكم وتحليلاتكم عن النصر والهلال ما قبل المواجهة الكبيرة، ويا ريت اللي مو مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، ويسوي لايك للمقطع وشير المقطع عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ونشوفكم على خير في مقاطع جديدة. سلام عليكم.